السلام عليكم اخوان، عيد مبارك سعيد. اليوم غادي ان شاء الله نحضروا لصلاة العيد في مدينة سوق السبت ولاد النمة في هذا المسجد هذا ان شاء الله. شوفوا خوتي، اجمل طبيعة عندك. خليكم معايا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والتي عند ربه أضخم وأفخم وأكرم وأتقى وأبقى، كيف لا، وهي مغفرة الذنوب ورضوان الله والجنة. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عباد الله، إن هذه النعم الجليلة والمنن الجزيلة المتوالية علينا تستوجب شكرها، وشكرها هو استدامتها بطاعة الله في رمضان وفي غير رمضان. شكر النعمة وأن نبقى على طاعة الله سبحانه وتعالى، والمحافظة على نتائجها المحمودة من التقوى التي هي الثمرة الكبرى التي من أجلها فرض الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الثمرة الكبرى من العبادات كلها هي التقوى، والتقوى هي مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، استحضار الرقابة الإلهية.